الفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز بتخرج عن صمتها وبتطلع كل غضبها، بس طلعته في أحمد العوضي، وقررت كده تمسح أي صورة بتجمعها مع أحمد العوضي سواء على الفيسبوك أو على الانستجرام. وزعل ياسمين عبد العزيز جه بعد الصور المفبركة اللي ابتدى مواقع كبيرة جدا تنزلها وتقول إن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز مسافرين مع بعض في مكان وبيتصوروا مع بعض. والصور دي كانت في كافيه، والكافيه ده كان أحمد العوضي في برشلونة في أسبانيا، وكانت ياسمين عبد العزيز في لندن. إيه اللي جاب برشلونة للندن معرفش، بس الاتنين كده كانوا في نفس الوقت مسافرين. فالناس ومحبين ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي قالوا ان هما مع بعض، ودي امنيات الناس ان هما يرجعوا لبعض. لكن الصور دي زعلت ياسمين عبد العزيز جدا، وطلعت وقالت يا جماعة اتحروا الدقة في الاشاعات اللي انتوا بتطلعوها، واي تصريح انتوا بتطلعوه بيكون اشاعة وبيكون كذب. فقررت تقفل بقى الموضوع ده خالص، وقررت تمسح كل الصور اللي ليها مع احمد العوضي سواء على انستجرام او فيسبوك. زعلتينا جدا يا ياسمين، وبنتمنى برضو ان انتي ترجعي انتي واحمد العوضي. انتحار الفنانة المغربية دنيا بطمة داخل السجن بيهز مواقع التواصل الاجتماعي، لكن خرجت شقيقتها إيمان بطمة في مداخلة مع برنامج إيتيب العربي ونفت كل الشائعات اللي طلعت على شقيقتها بأنها انتحرت داخل السجن بسبب حالتها النفسية، وقالت كلها إشاعات، دنيا بخير والكلام بيخرج مننا نحن شخصيا. وانتهاء تصوير مسلسل ديبو للفنان محمد أنور، وفرحة كبيرة للفنان محمد أنور بنجاح المسلسل مع قصد العمل، وانتهاء تصوير على أغنية الفنان أحمد سعد كبرتوا الموضوع. والفنانة الجميلة هند صبري بتشاركنا من كواليس مسلسلها البحث عن علا. والفنان محمد القس كده بيعتذر للجمهور بالبكاء وحتى كده طريفة كده بعد نجاح مسلسل برغم القانون، وبيعتذر عن عدم الرد على الرسائل اللي بتجيله بسبب تصوير المسلسل اللي لسه شغالين